تناقلت في الآونة الأخيرة العديد من المنابر الإعلامية الدولية عن دور السعودية وقوتها، وكيف استطاعت أن تكون من أكثر الدول تأثيرا في الكثير من المواقف السياسية والعسكرية. دور السعودية في الحرب العراقية الإيرانية والدعم القوي للعراق في هزيمة إيران، تدخلها في الحرب المصرية الإسرائيلية وقطع النفط عن الغرب. تعتبر السعودية من أقوى الدول النفطية في العالم التي يمكنها أن ترفع سعر النفط أو تخفيضه. صرف السعودية لما مجموعه 81 مليار دولار، وأخذ الترتيب الثالث بعد الولايات المتحدة الأمريكية والصين في الإنفاق العسكري. وكيف استطاعت السعودية أن تجمع شمل الجيوش الإسلامية السنية في كل من رعد الشمال وعاصفة الحزم الأخيرة لتحرير اليمن والحد من المد الشيعي والميليشيات المسلحة الموالية للشيعة. وكيف استطاعت عاصفة الحزم أن تكون بمثابة ضربة قوية للعديد من الدول العظمى التي أصبحت تؤمن بوجود جيش إسلامي قوي تحت رعاية دولة قوية ذات سيادة في الشرق الأوسط ولا يمكن تجاهلها في اتخاذ القرارات السيادية في المنطقة. لكن هل هذه الدول سترحب بوجود هذا الجيش في المنطقة؟ بالطبع لا، وأولهم إسرائيل وإيران التي ستسعى مع حلفائها إلى إيجاد حل لتفكيك حدة الجيش القوي. وللأسف بدأنا نلاحظ أن خطتهم أصبحت فعالة في زرع الفتنة بين الإخوة العرب في الخليج ومحاولة التفرقة بينهم. في انتظار ظهور خطط جديدة سنرى كيف ستتعامل السعودية ودول المجلس الخليجي مع هذه المخططات من أجل الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.